السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه رشيده ماين. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم هاد الفطيره اللي كتجي رائعه وكتحضر في وقت قصير. خليكم معايا حتى الاخير ديال لا فيديو باش تعرفوا على الوصفه والطريقه. بالنسبه للحشوه عندي بصله متوسطه مشلضه وشويه ديال الفلفل الالوان كانت عندي في المجمد وكميه ديال الكفته. توابل درت شويه الخرقوم، شويه الزنجبيل، شويه البابريكا اللي هي التحميره والثوم محكوك وشويه ديال الزعتر والملح والابزار وشويه زيت البلديه مع الروميه. صافي كنشحروهم مزيان حتى كيطيبوا. من بعد ما طابوا هنايا ضفت واحد شويه ديال الهريسه وملعقه ديال صوص الصوجا وشويه ديال الربيع وشويه ديال الحامض مصير مقطع مربعات. نخلطوه ونخليوه على جنب باش يدفى. وبالنسبه للعجين عندنا 300 غرام ديال الدقيق الفورس و100 غرام ديال الدقيق الفينو. غنضيف ملعقه كبيره ديال خميره الخبز ونصف ملعقه ديال السكر سنيده وملعقه عامره ديال حليب بودره والملح، وكنجمعوا الخليط اولا الدقيق بالماء دافي. صافي كنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه وحنا كنجمعوا العجينه. العجينه خاصها تكون رطبه وتكون مدلوكه، نحاولوا ندلكوها واحد شويه. صافي من بعد كندهنوها بالزيت وكنغطيوها ونخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ملي تضاعف لينا الحجم ديالها غادي نقسمها على جوج ديال الكويرات يكونوا متساويين وغادي نعاود نكورهم ونخليهم على جانب. هاد العجينه راه ممكن ديروا بها المالح والحلو، يعني الفطائر حلوين والمالحين كيجيو زوينين. غير انا هنايا ما درتش الفطائر الحلوه. مره اخرى ندير معكم فطائر حلوه ومالحه بنفس العجين ان شاء الله. صافي من بعد هنايا خديت الكويره الاولى، هنايا كنرش بالفينو دقيق الفينو، كنحاول نبسطها على شكل مستطيل، وانا كنرش بالدقيق باش ما تلصقش ليا. وكنحاول نشكلها على شكل مستطيل والعجينه ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. كنتمنى تجربوهم وإلا عجبوكم خليوها ليا في لي كومونتير اولا خليو ليا غير شي قليب في لي كومونتير، وما تنساوش ليا لي لايك هكا باش كيطلعوا لي فيديو للناس. صافي ملي كنبسطها على هذا الشكل كندير شويه ديال الصلصه ديال البيتزا في الوسط كيف ما كيبان لكم. انا هنا درت الصلصه الجاهزه، الا عندكم ديال الدار ديروها. وهنا عندي ديك الحشوه ديال الكفته كنحاولوا نقادوها هكا بالطول. تما عندي الكميه راه مقسومه على جوج حيت غادي ندير انا جوج ديال الفطائر. وكنديروا كميه ديال الفرماج. هنا درت الفرماج الاحمر مع الفرماج الموتزاريلا محكوكين، الكميه كتبقى على حساب اللي بغيتو. ودرت واحد رشيشه ديال الزعتر. صافي كنطويو دوك الجوانب الوسط كيف ما كيبان لكم في لا فيديو. كنضغطوا عليها غير بشويه بالدلاك باش يجينا الوجه ديالها مسطح، وكنحاولوا نشوفوا ياك ما لصقات لينا في سطح العمل. صافي هنايا خديت ديك الجراره ديال البيتزا وكنشكل مثلثات كيف ما كيبان لكم. هاد الفطيره راه كتجي ساهله ودغيا كتوجد.
ماشي بحال الا كنديروا دوك الفطائر الفرديه. صافي ديك البلاصه اللي فيها ديك الطويه ديال العجينه كنديروها لتحت، كنقلبوها لتحت كيف ما كيبان لكم، وكنستفهم في لاطا كتكون مفرشه بالورق. مع ديك الكويره الثانيه اللي عندي، كيف ما قلت لكم يمكن لكم ديروا لهاد هاد العجينه الثانيه، هاد الكويره الثانيه تعمروها بلا كريم باتيسيير مع التفاح ولا اي حاجه، ولا غير المربى، اولا ديروا فيها بحال الشكل ديال الشنيك، يعني ديروها مربعه ودهنوها بلا كريم باتيسيير وترشوها بالزبيب اولا بالشوكولا حبيبات وتلويوها بحال الشنيك. في هاد المرحله راه كنشعلو على الفران، خاصو يكون سخون مزيان، كنشعلو من الفوق ومن التحت. صافي ملي كنساليو كناخذوا بيضه مع شويه ديال الهريسه وقطرات ديال الخل، وكندهنوا ليهم الوجه ديالهم. بما يسخن الفران كندخلوهم، ما يحتاجوش يخمروا، كنشعلوا عليهم غير من التحت حتى يبانوا لينا تحمروا، وعاد كنشعلوا الفوق. هنايا انا شي وحدين غادي نرشهم بالبافو، والاخرين غادي نخليهم ندير ليهم الفرماج، والتزيين كيبقى على حسب بالذوق. ملي كيطيبوا وكيتحمروا كيجيو على هذا الشكل. هادو درت ليهم الفرماج، والاخرين خليتهم بالبافو، كيجيو لذاذين ورطبين. هانتوما قطعت لكم هذه باش تشوفوا الداخل ديالها. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.